السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فرنش توست. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فرنش توست بالفينو. طبعا المدارس بقى كل سنة وانتم طيبين وربنا يسترها على اولادنا يا رب. الفينو بيفيد، فطبعا بدل ما ترميه هنعمل منه الفرنش توست، وهيبقى طعمه جميل جدا والاطفال هيحبوه، وهتعملوه بتركيبة معينة او بمكونات كلها هتبقى متوفرة متواجدة في البيت. هنبدأ بقى نقطع، نجيب الفينو. طبعا هنا انا غاسلة الرخامة ومقطعها كويس. هتجيب الفينو، هتشيلي الحتة ديت، القطعة دي طبعا مش ممكن تنشفيها، وبعد ما تنشف تبدأي تضربيها في الكبة فيتطحن، فتقدري تعملي منه حاجات كتيرة. هتبدأي بقى تقطعيه كده تمام كده. هتبدأي تقطعيه الشرايح دي كده، الكمية اللي انت عاوزاها. طبعا اللي هيفيد اللي هي القطعة الصغيرة ديت، زي ما قلت لكم هننشفها وهنضربها في الكبة، وبعديها تقدري تعملي منه البفتيك، البانيه، الحاجات كلها اللي بتبقى داخلها البقسماط. تمام، نكمل بقية تقطيع اهو. احنا هنبدأ ننشفه في قلب الفرن. قطعته بالطريقة دي. هكمل بقية الفينو وارجع تاني. طبعا هنا هو عملت الكمية اللي انا عاوزاها تمام. دي بقى سمنة مسيحاها. هتيجي هنا هتدهني الصينية بالطريقة دي، وهتبدأي ترشي ترصي فيها الفينو. دي اول خطوة، ان انت هتدخليها الفرن. على ما تدخليها الفرن وتحمصيها نبدأ نعمل الخطوة الثانية. الخطوة الاولى جوه الفرن، والخطوة الثانية هتبقى من الفرن فوق البوتاجاز في الطاسة. تمام، هنبدأ نرص تمام. طبعا بقى بعد ما رصيناها هنا كده بالطريقة دي هنعمل ايه؟ طبعا كل ده اللي فاضل هنجيب برضو السمنة اللي احنا مسيحينها، وتبدأي تعملي على التوست كده على الفينو من فوق، وتدخليه الفرن يتحمص. هندخله بقى على درجة حرارة عالية، وبعد ما يطلع هوريهولكم. على بقى ما التوست نلغي بقى كلمة الفينو ونقول على ما التوست يتحمص في الفرن. هنعمل بقى الخطوة التانية، عبارة عن ايه؟ هنا دي كوباية لبن تحطيها هنا كده تمام، وكريمة طبخ حوالي فنجان هتحطيه كده. طبعا اللي ما عندوش كريمة طبخ يبقى البديل ليه اللي هو وش القشطة، وش اللبن، القشطة بتاعت اللبن. بعد ما تغلي اللبن طبعا هتسيبيه يوم كامل 24 ساعة في التلاجة عشان يعملك وش كده اللي هو القشطة، بتبقى جميلة جدا ودسمة. ده البديل ليه بضاية، وبعدين فانيليا، وبعد الفانيليا دي نسكافيه. مفيش عندك نسكافيه بلاك هتحطي قرفة، لا قرفة او نسكافيه، والسكر ربع كوباية سكر. طبعا انت بتحبي السكريات هتخليه اكتر،
يعني تخليها نص ايه، كوباية كوباية، حسب ما انتي بتحبي او حسب ما انتي رغبتك ايه. وهنقلبها كده لحد ما السكر يدوب والمكونات كلها تدخل في بعضيها. هنا هو بعد ما طلعناه من الفرن، يعني لسه مطلعاه من الفرن حالا، هو سخن. هو بصوا نشف ازاي. هنستنى اما يبرد تمام ونكمل. تمام، هنا هي الطاسة على النار، فيها سمنة او زبدة. هي وصفة دسمة وجميلة جدا في نفس الوقت. تمام، هتستني ما تسيح طبعا. هتوطي العين عشان دي زبدة، الزبدة بتتحروق اما بتكوني معلية النار عليها. فاحنا ايه، سخنا الطاسة وحطينا فيها الزبدة عشان تسيح ووطينا عليها. في نفس الوقت جنبينا هنا برضو التوست والخلطة اللي هننزل بالتوست، وبعديها هنحطها على طول في قلب التوست. يعني هناخد التوست هننزل بيه في الخلطة دوت، وبعديها على الطاسة على طول. بصوا بقى هنعمل ايه. هتجيبي التوست كده، هتنزلي بيه كده على الطاسة عدل، على الطاسة ايه، على طول، عشان ما يطريش ويبقى عجينة زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وهنجيب واحدة تاني يعني كده، تصفيها كده، وبعدها تنزلي بنفس الطريقة وهكذا. وهكذا هتعملي كده بسرعة عشان ما تطراش وتحطيها. تبدأي بقى بعد ما حطيتيها هتبدأي تعلي النار عليها. يعني مش هتعليها، تخليها متوسطة، من هادية قوي لمتوسطة. كده. هكمل بقية الكمية وارجع تاني. بالطريقة دي بعد ما رصينا، طبعا مش هتحطيها وتطلعيها على طول، لا، هتستني اما هي تشرب السمنة او الزبدة، وهنبدأ نقلبها على الناحية التانية يعني، وبعدين هتحسي ان هي نشفت تاني تطلعيها. تمام، الوش اهو ده الوش اللي كان تحت. هتبدأي تاخديها بالراحة كده وتقلبيها على الناحية التانية. تمام، ريحتها بقى مش قادرة اقولك، ريحتها تحفة 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 تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراها. كله قلبناه على الوجه التاني، على الناحية التانية اهو بالطريقة دي. ريحته بقى خرافة خرافة خرافة. تمام كده زي ما قلت لكم، الزبدة او التوست شرب الزبدة كلها بالطريقة دي. هنبدأ بقى نشيله. هنهدي النار على ما تشيليه، هنقلل النار عليه شوية، وهنحط قطع من الزبدة تاني ونحط بقية الكمية. حطينا تاني قطعة من الزبدة. هننزل برضو هنجيبها وهناخد التوست
ونغمسها فيها كده اهو، وطلعها ورصها بنفس الطريقة دي. هكمل كله كده. بعد ما هتخلصي الكمية اللي انت عاوزاها طبعا هتحطيها بقى، تبدأي تقدميها في طبق. هتحبي تحط عليها شوكولاتة تحطي، تحبي تحط عليها عسل تحطي. هتجيبي بقى وتحطي عليها عسل، نجيب معلقة وتبدأي تاخدي العسل كده وبالهنا والشفا. وطعمها خطير جدا جميل جدا. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل علامة الجرس.